البحر الأحمر ومضيق باب المندب يدخلان على خط المواجهة مع إسرائيل. تعلن صنعاء أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لقوتها. بالفعل استولى الحوثيون في اليمن على 3 سفن إسرائيلية لحد الآن، والمغرب متورط في الحرب على غزة. السفينة الإسرائيلية التي تم حجزها في السواحل اليمنية تحمل اسم سنترال بارك. صاحبها رجل الأعمال الصهيوني إيال عوفر. انطلقت من ميناء أسف المغربي من المغرب باتجاه إسرائيل. وكانت بيانات ملاحية أظهرت خروج ناقلة النفط سنترال بارك من ميناء أسف المغربي يوم 12 من نوفمبر الجاري دون الإعلان عن وجهتها النهائية، في تورط واضح ومباشر للسلطات المغربية في تمويل ودعم العدوان على قطاع غزة. المغرب تبيع شحنة من حمض الفوسفوريك إلى سفينة سنترال بارك التي حجزتها القوات المسلحة اليمنية في اليمن. السفينة التي استولى عليها الحوثيون في اليمن مملوءة بعدد كبير من الحاويات، إحداهما مملوءة بعدة مواد والأخرى مملوءة بالزيت، وبذلك يوجه الحوثيون ضربة اقتصادية كبيرة لإسرائيل. وتدير الناقلة شركة زودياك البريطانية والمملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية. لكن هذا قد يتسبب أيضا في إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالغرب الذي يدير كل تجارته مع آسيا على طول هذا الطريق. ويبدو أن الحوثيين يقلدون النمط الأمريكي في الصراعات العالمية: الوصول إلى المكان الذي يؤلمك أكثر، أي باستهداف الاقتصاد. البحر الأحمر ومضيق باب المندب يدخلان على خط المواجهة مع إسرائيل. تعلن صنعاء أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لقوتها، خطوة تعتبرها صنعاء في إطار عملياتها العسكرية التي تستهدف إسرائيل حتى توقف عدوانها على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.